عاملين ايه يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. جبت 6 كيلو بقلاويز، الكيلو ب10 جنيه. بجد بجد، عايزة اقول لكم ان هو من احلى الاكلات البحرية اللي ممكن تاكلوها. طبعا عندنا في السويس موجود بكترة، ودلوقتي الموسم بتاعه شهر من اول اخر 4 لحد شهر 5. من بداية الصيف كده، ده الموسم بتاع البقلاويز وكل المحارات. اول حاجة انا همسكه كده اغسله. انا كنت شايلاه في علبة كده عشان ما ينقطش يعني وكده، وانا شارياه وانا راجعة في العربية. وهحطه كده في الحلة، وهنقله من حلة لحلة بحيث احاول بقدر الامكان ان انا اتخلص من كل الرملة اللي فيه، لان هو يا جماعة بيبقى فيه كمية رملة كبيرة قوي. فحطيته على البوتاجاز بعد ما غسلته كويس بقدر الامكان، وحطيت عليه كاتل مية كده كامل، او يعني مية مغلية من الكاتل، ملياها على الاخر يعني. وللاسف بقى يا جماعه انا ما كنتش اعرف ان هو صاحي. ف وانا بحط الميه السخنه، سمعت كده صوت تكتكه، ولقيته كده يعني زي بيطلع آم، هو ليه زي لسان كده، ابتدى يطلعه. بصوا انا بحاول ان انا اقرب لكم الصوره. بصوا في حركه كده في الميه اللي موجوده في الحله. بجد اتضايقت قوي، حسيت ان انا يعني عملت حاجه ايه. يعني ربنا يسامحني، انا والله ما اعرفش انه صاحي. كل اللسان اللي جوه طلع زي ما انتم شايفين، والميه فيها حركه. وانا لو ما كنتش عامله مونتاج على الفيديو بصوتي، كان زماني دلوقتي ايه اسمعكم الصوت بتاع المية عامل ازاي. صوت يعني الصوت اللي طالع من الحلة. بصوا في حركة كده يا جماعة في المية. هي دي مش فقاقيع او كده، لا ده هو صوت ده هو الحركة بتاعت ال اللسان بتاع القوقعة، لان هو يعني خد صدمة من الحرارة اللي نزلت عليه مرة واحدة. فانا عارفة ان ده حرام ودي حاجة مش مستحبة، ان احنا ننزل الحاجة عليها مية سخنة وهي لسه صاحية. سواء سمك، كابوريا، جمبري. مش مستحب خالص يا جماعة. حطيته وغلي، وقعد حوالي على النار، ما اخدش وقت يعني، هو بياخد حوالي تلت ساعة على النار، لان هو اصلا ما بياخدش وقت. وزي ما انتم شايفين كده، اول ما بنلاقي القوقعة فتحت كده، بتطرد بقى هي لوحدها المحار اللي جواها، فاهمين؟ اللحمة اللي جواها. وعايزه اقول لكم بضغطة بسيطة كده انا بطلع الكيس الرمل اللي فيها، لان هي يا جماعة بتبقى بتتغذى على الرمل، يعني هي بتاكل رمل اساسا. فعايزه اقول لكم ان انتوا لا تعرفوا ازاي ان هي طازة. الطينة اللي بتطلع جواها دي، من جواها دي، بيبقى لونها زي كده ايه، لونها لون الطينة شوية. مش لونها مثلا مسود او مغمق، او لونها مثلا يعني مثلا مدي كده على لون زي كده اللون البني. لا، ده لون يعني عارفين زي لون كده يعني هي بتاكل طبعا الطحالب اللي بتبقى موجودة على الصخور والرملة، فبيبقى لونها كده مايل للاخضرار شوية. انما طبعا فيه بيبقى اكل يعني، بيبقى طعمه بشع يا جماعة، بيبقى طعمه زي ما يكون فيه كده طعم صرف صحي. في اكل من زيت اللي بينزل من السفن. فده طبعا بيبقى طعمه وحش جدا. قعدت بقى مسكت حبة شوية شوية كده، ابتديت ان انا انضفهم كويس قوي. تمام. وابتديت ان انا اضغط كده. وعايزه اقول لكم يا جماعه في حركه انا بعملها حتى وانا بقشر الجمبري. انا ما بمسكش واحده واحده، انا عايزه اقول لكم بس حركه ان انا امسك الحاجه واحده واحده دي بتبقى ممله قوي يعني بجد، وباخد وقت طويل. لا انا باخد بالكبشه، وابتدي ان انا بدل ما اخد وقت في ان انا اشيل واحده واحطها واشيل واحده واحطها، لا الوقت ده يعني كده انا بنجز يعني، باخد كبشه مره واحده هقول لكم دلوقتي. وابتدي ان انا ايه اطلع منها الايه الماده دي. انا بص بوريكم يا جماعه، عايزه اوريكم واركز قوي ان انتوا لازم تخلوا بالكم قوي وانتوا بتطلعوا كيس الرمل. شكل الرمله دي بتبقى عامله ازاي، طعمها طبعا شكلها وطعمها بيبقى باين قوي قوي اذا كان ده طازه ولا لا. تمام. هبتدي بقى امسك كبشه زي ما انتم شايفين كده، واعمل بقى ايه التنظيف بقى اللي هو السريع بتاع البقلاويز. زي ما انتم شايفين بطلع واحط، بطلع واحط في ايدي الناحيه تقل في الطبق. ده بينجز معايا الوقت على فكره جدا. جربوها بس حتى في تقشير الجمبري. لو وانت حاسه ان هو ممل قوي في تقشيره، فانت تاخدي
والكبشه التانية او ايدك التانية بتنضف وبتحطي فيها الجمبري نفسه اللي انت طالع القشر بتاعه، فاهمين؟ والقشر طبعا بينزل تحت في الايه او في الفرشه اللي انت فرشاها على الارض زي ما انت شايفه كده. انا انجزت طبعا يعني الشويه دول في وقت ما فيش، ما خدوش مني اصلا ربع ساعه، فاهمين؟ بس هبتدي بقى بعد ما انا بعمل كده باخده. طبعا هو بيبقى فيه ميه اصلا يا جماعه في الحله اللي هو كان بيغلي فيها، انا باخده بشطفه شطفه، بس شطفه يعني مش شطفه جامده، مش بدعكه، يعني احنا عايزين برضو طعم البحر يبقى فيه، ومش عايزينه يفقد برضو فوائده، يعني لان هو فوائده كبيره جدا. فانا هاخده وهحطه وهاخد شويه ميه من الحله على جنب، هصفيهم برضو بالمصفى بحيث لو فيهم اي رمله ينزلوا، يعني بحيث اي رمله نزلوا من الحله اللي هو بيغلي فيها ينزلوا من المصفى. الميه دي هصفيها وطعمها بيبقى تحفه يا جماعه، بتبقى اخده كل الخلاصه بتاعه القواقع. تمام. وهاخده وهغليه غلوه تانية في الميه دي، يعني هياخد غلوه تانية في الميه دي. عايزه اقول لكم ان دي كل كميه الرمله اللي طلعت من البقلاويز من ال6 كيلو، ودي الكميه برضو اللي طلعت من ال6 كيلو بعد التنظيف. عايزه اقول لكم هو ما قلش كتير، يعني دي من الحاجات يعني هو انت لازم تجيبي كميه عشان تحسي انت خدتي طبق يعني.